السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين البترول؟ وين الفوسفات؟ وين الملح؟ برشا ناس قاعدة تهجم علينا يقولوا لنا تونس لا عندها لا بترول لا عندها ثروات باطنية. باهي نحسب روحي بوهالي ونتبعكم للآخر. أما 124 شركة تاع تنقيب على البترول في تونس فاش يعملوا؟ باهي نفط في تطاوين، نفط في مدنين، نفط في رمادة، نفط في البرمة، نفط في خليج جابس، نفط في تزركة، نفط في القصرين، نفط في بوحجلة من ولاية القروان، غاز في صفاقس. هذا الكل ما عندناش بترول. وينه؟ وين فلوس الشعب؟ احنا ما قلناش انه تونس تعوم على بحر من البترول. يا خويا نبينا وصلينا عليه. يجيش مخزون تونس الكل دبوزه بويتره ونص؟ احنا حشتنا به. انا واحد من الناس تحب نبرفم بيه في الصباح. بطبيعتي نموت على ريحه ليسانس. الحكايه حكايه مبدا. ماناش طالبين نكونوا كيما قطر ولا كيما الامارات ولا كيما البلدان الغنيه من البترول نتاعها. اما زاد ثم رزق ناس وثم ثروات نتاع وطن اللي يستنفع بها المواطن الزوالي، نبنيو بها سور مدرسه، نبنيو بها مستوصف، خير من اللي تمشي في جيب السراقي فوق. وما ننسوش ثروتنا في الملح زاد. ملح في صبخة العذيبات من انقى وانظف انواع الاملاح في العالم الكل، ويتباع في الفارماسيات. صبخة العذيبات مستغلتها فرنسا مع عام 46 بعقد بفرنك الهكتار في العام. المشكلة مش هنا، المشكلة انه حتى الفرنك هذاك من عام 46 توا ماناش خالصين فيه. وتوا نمشيو للغاز. الغاز اللي قاعدة تنتج فيه شركة بريتش غاز من حقلنا ميسكار في ولاية صفاقس. الغاز هذايا اللي هي تنتجه ومن بعد تبيعه للستاك ونشروه احنا بالعملة الصعبة، معناها غازنا ونشروه بالعملة الصعبة. المشكلة مش هنا، المشكلة انه 100% من الارباح راجعة لشركة بريتش غاز. تونس صفر من الارباح. وحاجة أخرى مهمة في حق المسكار اللي هو إذا كان ثم تنازع بين الدولة وشركة بريتش غاز، القضاء الإنجليزي هو اللي بت في القضية. الدستور كفل لنا احنا كشعب تونسي حق الاطلاع على العقود والبنود والاتفاقيات الممضاة فيما يخص الثروات الباطنية. نحبوا تأميم البترول، ونحبوا الشعب يعرف شو عنده شو ما عندوش، ونحبوا محاسبة الناس اللي سرقت ونهبت الثروة الباطنية نتاعنا من عام 56. بارتاجي يا مواطن، بارتاجي وفيق غيرك. وينو الفوسفات؟ وينو البترول؟ وينو الملح؟ وينو الغاز؟ وينو